هل تتخيل أن الرجل الذي خضعت له قارة بأكملها مات وهو يبحث عن لقمة عيشه؟ طارق بن زياد، البطل الذي عبر البحر بجيشه وزلزل عروش القوط وجعل اسم الله يتردد في جبال بيرينيه. لكن بدلا من التيجان وجد القيود، وبدلا من القصور وجد النفلة. استدعي إلى دمشق لا ليكرم بل ليحاسب على مجد صنعته سيوفه. تقول الروايات الحزينة إن فاتح الأندلس شوهد في أواخر أيامه فقيرا وحيدا يقف بباب مسجد في دمشق لا يعرفه أحد ولا يسأل عنه أحد. في الغرب يطلقون اسمه على أهم ممر مائي في العالم، جبل طارق، ويدرس كواحد من أعظم القادة العسكريين. سرقوا مجده، عزلوا مكانته، لكنهم لم يستطيعوا مسح اسمه من ذاكرة الأرض. طارق بن زياد عاش بطلا ومات فقيرا وبقي خالدا.